عارفين يعني ايه المتحف المصري الكبير؟ ده مش مجرد متحف وخلاص. ده أكبر متحف أثري في العالم كله، موجود عند أقدام الأهرامات، وجواه أكتر من 100,000 قطعة بتحكي قصة مصر من أول ما كانت. تخيل كده إنك داخل تشوف تمثال رمسيس التاني واقف بيستقبلك، وورا منه كنوز توت عنخ آمون، كلها لأول مرة متجمعة في مكان واحد. الإضاءة، التصميم، حتى الموسيقى جوه يخلوك تحس إنك رجعت بالزمن لآلاف السنين، بس لسه ماسك موبايل وبتصور ستوري. المتحف معمول بأحدث تكنولوجيا في العالم، تقدر تتفاعل وتشوف الماضي بعين المستقبل. ومن بره المنظر خيالي، الأهرامات بتطل عليك كأنها بتقول أهو ده الحفيد اللي شرف العيلة. المتحف الكبير مش مجرد مكان، ده رسالة من مصر للعالم كله، بتقول فيها إحنا الحضارة اللي ما بتموتش ولسه مكملين. تخيل كده إنك ماشي بين تماثيل ضخمة زي تمثال رمسيس التاني، وشايف كنوز توت عنخ آمون اللي اتجمعت كلها في مكان واحد لأول مرة. كل ركن جوه المتحف معمول بعناية، الإضاءة، التصميم، حتى الريحة، علشان تحس كأنك عايش جوه حضارة عمرها 7,000 سنة. المتحف مش مجرد مكان للعرض، ده كمان فيه تكنولوجيا حديثة بتخليك تتفاعل مع المعروضات وتشوف الماضي بعين المستقبل. المنظر من بره بيخطف القلب، شايف الأهرامات من بعيد كأنها بتبتسم للمتحف الجديد. المتحف الكبير هو بوابة مصر الجديدة للعالم، حضارة بتتكلم وتاريخ بيحكي ومستقبل بيبدأ من هنا. المتحف المصري الكبير رسالة مصرية للعالم كله.